الجزء الرابع من الباب الثاني من كتاب لا بطعم الفلامنكو لدكتور محمد طه. لعبة السرسوب دي بقى لعبة لطيفة بتتلعب في بعض العلاقات العاطفية اللي بتكون مؤذية ومشوهة نفسيا لأصحابها، فبيقرروا عند نقطة معينة إنهم ينهوا العلاقة دي. اللعبة دي اسمها لعبة السرسوب. يعني إيه؟ يعني يجوا عند لحظات الوداع ويقولوا لبعض إحنا خلاص ننهي حكايتنا، بس ممكن نبقى صحاب، أو لو احتجتي حاجة أنا موجود، أو هتصل أطمن عليك كل شوية، وحاجات تانية ليها نفس المعاني دي. أحب أقول لكل حد بيعمل الحكاية دي أنت بتضحك على نفسك، ومن جواك عارف إنك بتضحك على نفسك، وبتضحك على الطرف التاني وهو برضو من جواه عارف كده، وبتلعبوا لعبة عقيمة ومنهكة وغالبا أذاها أكتر من أذى العلاقة نفسها. أنت في الحقيقة بتنهي العلاقة من فوق وتخليها مستمرة من تحت لتحت. أنت بتوصل للطرف التاني رسالتين في نفس الوقت، رسالة واضحة على السطح بتقول العلاقة بتنتهي، ورسالة تانية خفية في العمق بتقول طيب خلينا شوية يمكن. حضرتك كده ما أنهتش العلاقة ولا أي حاجة، حضرتك كده وبكل بساطة سايب الباب موارب، سايب ثقب بينك وبين الطرف التاني ممكن توصل منه بعض المشاعر أو الاهتمام أو الدفء اللي يخلي الطرف التاني ما يبعدش قوي. ماسك طرف الخيط وبتلعب بيه بدلا من إنك تقطعه، سايب سرسوب صغير من العواطف مش هاين عليك تقفله. عاوز أقولك إن مفيش أي توصيف لكلمة الابتزاز العاطفي أبلغ من تفاصيل اللعبة دي، اللي بتعلق من خلالها نفسك وتعلق الطرف التاني معاك في علاقة هلامية غير واضحة المعالم، ملهاش مسمى ولا ليها شكل ولا ليها هدف. اللعبة دي مش بس منهكة ومؤذية ومشوهة، لأ، دي كمان بتحرم كل طرف فيكم إنه يدخل في علاقات أخرى حقيقية واضحة، بتخلي دايما في خط رجعة للعلاقة القديمة، وده يفقد أي علاقة جديدة طعمها ومعناها وجمالها. يعني لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل، كل حاجة تبقى نص نص، القديم نص نص والجديد نص نص، وجودك كله يبقى نص نص. في أشكال تانية للعبة السرسوب، منها إنكم ترجعوا تتكلموا أو تراسلوا بعض بعد شوية كأن مفيش حاجة حصلت، أو إنك تتابع الطرف التاني من بعيد لبعيد، تسأل عن أخبارها، تراقبي صفحته على الفيسبوك، أو وده أصعبهم إنكم تفتحوا باب الانتقام، ويبقى هم كل حد فيكم انتظار اليوم اللي يشوف التاني فيه نادم ذليل على الفراق. إيه بقى؟ ليه ده كله؟ لما تكون في علاقة ما وعاوز تنهيها لأي سبب، يبقى تنهيها على كل المستويات الظاهرة والخفية مهما كان ده صعب. لما تكون عاوز توقف الأذى اللي جايلك أو اللي رايح منك، يبقى تقطع كل الخيوط وما تسيبش ولا خيط رفيع باقي مهما كان ده مؤلم. لما تقول خلاص، يبقى تقولها بكل خلية فيك، وتقفل الباب بالضبة والمفتاح وترمي المفتاح في البحر بالليل والدنيا ضلمة. لما تقطع يبقى تقطع، ما تسيبش سرسوب صغير تتسرب منه أي رسائل تغوي الطرف التاني بالانتظار أملا في الرجوع. السرسوب الصغير ده ممكن يتحول في يوم من الأيام لنفق نفسي كبير تدخلوا انتوا الاتنين فيه وما تعرفوش تطلعوا منه طول حياتكم. عينك في راسك، مقصك في إيدك، يا ترجع وتكمل وما تشتكيش، يا ما تسيبش خيط واحد معلق. وابدأ الآن أو لن تبدأ أبدا. لعبة لما، لعبة نفسية مشهورة جدا وكتير مننا بيستخدمها بشكل يومي. اللعبة دي بتخلينا نأجل حاجة معينة لما تحصل حاجة تانية. يعني تأجل فرحتك بنفسك وبحياتك لغاية لما تنجح، ولو نجحت تأجل فرحتك تاني لغاية لما تمسك الشهادة في إيدك، وأول ما تستلم الشهادة في إيدك تستنى على فرحتك شوية كمان لغاية لما تستلم الوظيفة، تستنى على تحقيق أحلامك لما تخلص ثانوية عامة، وبعد ما تخلصها تستنى شوية كمان لما تتخرج من الكلية العبقرية، وبعد ما تتخرج معاك تاني لغاية لما تسافر برا، تسافر برا وتأجل رجوعك لغاية لما تحوش قرشين، وبمجرد ما تحوشهم تقرر تستنى شوية كمان لما يزيدوا شوية علشان تأمن مستقبل العيال، وبعد ما تأمن مستقبل العيال تصبر حبتين لما تحس إن الوقت مناسب، تأجل تعبيرك عن مشاعرك لما الطرف التاني يعبر الأول، ولما يعبر تستنى لما تتقل حبتين، وبعد ما تتقل معاك شوية كمان لغاية لما تشوف ظروفك. تأجل حتى سؤالك عن أهلك ومعارفك وناسك لما تخلص اللي وراك اللي هو مش هيخلص أبدا.
تكتم جواك لأ لغاية لما تحس إنك قادر تقولها، ولما تقدر تقولها تأجلها تاني لما تشوف إيه اللي هيحصل، ولما يحصل تستنى شوية يمكن ما يكونش ليها لازمة. حتى الحزن والألم مش بتحس بيه في وقته، وتستنى لما تتصور إنك هتقدر تستحمله. حتى حقك في الاختلاف عن الموجود واختيار طريقك المتفرد في الحياة بتستنى لما تطمن إنه طريق آمن وفيه أقل قدر من المخاطر. حتى حضنك لأولادك وبناتك وأصحابك وأحبابك بتأجله لغاية لما يكون فيه سبب. لما بتسرق السنين، لأنك بعد كام سنة هتكتشف إنك أجلت حياتك كلها واستنيت على أجمل ما فيها لغاية لما تحصل أي حاجة. لما بتهرب العمر من إيديك، لأنك في الآخر هتبص لورا وهتلاقي كل لما أخدت معاها كام يوم أو كام شهر أو كام سنة. لما عمرها ما هتخلص غير لما تخلص عليك. إيه رأيك تقرر دلوقت إنك ما تقولش لما تاني أبدا؟ لعبة أنا مش لاعب. في ملاحظة مهمة جدا ومتكررة جدا جدا في عيادات الأطباء النفسيين في أوقات الامتحانات. طالب في كلية مرموقة أو في ثانوية عامة طول عمره متفوق، بيطلع الأول، بيذاكر زي الفل، أهله بيحبوه يسقفوا له على نجاحاته وإنجازاته الدراسية منقطعة النظير، ويجي وقت الامتحانات وهوب تحصل له حالة غريبة جدا. مش طايق الكتب، مش عارف يركز، مش عارف ينام، بينسى بسرعة، قلق فظيع وكتير قوي، يدخل لجنة الامتحان والمعلومات كلها تصير من دماغه، أو يجاوب وحش جدا، أو يرفض يدخل الامتحانات من أصله، أو يدخل ويسقط مرة واتنين وتلاتة. طبعا كل ده ممكن يحصل مع أي طالب في أي سنة، ويبقى جزء من أعراض توتر وقلق نتيجة ضغط الامتحانات، ويتعالج ويخف وخلاص. لكن أنا هنا بتكلم عن حد ماشي زي الصاروخ، نبيه وشاطر ومتفوق جدا، لكنه فجأة اتكسر ووقع على الأرض. لا، وقع تحت الأرض. بعض وليس كل الحالات دي بيكون ليه تفسير أعمق شوية مما يبدو عليه. تعالوا نشوف الحكاية عن قرب أكتر. طفل صغير وصله من أبوه وأمه إن الدرجات هي أهم حاجة في الدنيا، النتيجة هي معيار رضاهم عنه، المجموع هو محدد أساسي لعلاقتهم بيه. وصله منهم الحب بشرط إنه يجيب الدرجة النهائية، وصله منهم القبول بشرط إنه يطلع الأول، وصله منهم الاهتمام والاحترام بشرط إنه يكون متفوق في دراسته، ده غير المقارنة بزمايله وقرايبه وجيرانه. خلاص تمام، ندفع التمن علشان ناخد الحب ونلاقي القبول ونحس بالاهتمام والاحترام. مش هم عاوزين الدرجة النهائية؟ حاضر. مش هم مستنيين ترتيب الأول؟ ماشي. مش هم طالبين التفوق الرهيب؟ من عينيا. مش بس كده، ده بعد ما يكبر بشوية يوصله من المدرسة والمجتمع والشارع والناس إن في حاجة اسمها كليات قمة، يبقى في أكيد كليات قاع، وإنه لازم يدخل كلية من كليات القمة علشان يبقى ليه قيمة ووضع وبرستيج، وإلا مستقبله هيضيع. ويا سلام لما يقولوا له يا دكتور ويا باشمهندس وهو في أولى إعدادي، وهو طبعا يصدق الخرافات دي ويدخل الكلية المنتظرة. باختصار شديد، كل ما وصله من رسائل عن نفسه وعن وجوده هي انت تساوي مجموع درجاتك، وهو اضطر يمشي مع الموجة فترة من عمره قد تطول وقد تقصر، ودفع تمن ده من وقته ومجهوده ولعبه ومواهبه وأحلامه وهو الشخصية اللي اتبدلت بأحلام أهله وهو صدق إنها أحلامه، لغاية ما يجي عليه وقت ويقولك بس لغاية كده أنا مش لاعب. يعني يجي مثلا في ثانوية عامة وقت تركيز كل أحلام وطموحات أهله عليه، ويطلع عقله الباطن زي المارد بقرار داخلي واجب التنفيذ فورا بإيقاف هذه المهزلة، فيقل تركيزه ويقل أو يزيد نومه، ويبقى مش طايق المذاكرة ولا الكتب ولا نفسه ولا أهله، ويدخل الامتحانات وما يحلش، كأنه بيفشل نفسه بنفسه علشان يوصل رسالة صغيرة مشفرة إلى أهله ومجتمعه بتقول مش انتوا اختزلتوني في الدرجات؟ طيب والله ما أنا جايب درجات. مش انتوا ما شفتوش مني غير المجموع؟ طيب والله لا أنا ساقط. مش انتوا مش عاوزين مني غير النتيجة؟ طيب والله لو أوريكم، هفشل لكم كل خططكم. والألعن طبعا هو اللي يجيب فعلا مجموع كبير في الثانوية عامة ويقيموا له الأفراح والليالي الملاح وينبهروا بيه ويسقفوا له ويزغرطوا له، قصدي يزغرطوا المجموع، ويجي في امتحانات أولى أو تانية أو تالتة أو أي حاجة كلية ويقولك ستوب، أنا هبرك هنا زي الجمل اللي بيبرك كده، أنا خلاص مش هتحرك من هنا، فيبدأ يضيع وقته، أو يجيله خوف وتوتر نفسي مرضي عنيف، أو ما يدخلش الامتحانات،
أو كأنه بيغيظهم برسالة أخرى من عقله الباطن بتقول لهم مش أخدتوا مني اللي انتوا عاوزينه؟ طيب شوفوا بقى. في نسخة تالتة من اللعبة دي اللي هي بقى لما يخلص ويتخرج على خير ويشتغل شغلانة هو أصلا ما كانش عاوزها ولا مختارها، ويجي بعد شوية يعطل فيها ونفسه تتسد منها ويكرهها ويكره اليوم اللي اشتغلها فيه ويبقى عاوز يسيبها بأي شكل. أنا شفت دكاترة سابوا شغلهم ومهندسين وصيادلة وغيرهم لأنهم اكتشفوا بعد سنين من الشغل إن ده ما كانش اختيارهم أصلا. مشكلة ده ومشكلة ده إنه بينتقم منهم بس في نفسه وبيفشلهم من خلال إفشالها، وقد يصل هذا الانتقام في بعض الأحيان إلى تفسخ كامل في تركيبته النفسية اللي تتفكك تماما ويتحول لمريض نفسي من الطراز الأصعب. إلى كل أب وأم، إلى كل مدرس ومدرسة، إلى كل الناس، من فضلكم ما تختزلوش أولادكم في درجاتهم، ما تسجنوش أولادكم في مجامعهم، ما تفرحوش قوي بال105%، ما تسقفوش قوي للأول على العالم في الثانوية العامة، ما تتفشخروش قوي بتقفيل ورقة الإجابة، علشان تمن ده ممكن يكون شخصيات مشوهة ونفوس مريضة. بتوصلوا إيه لأولادكم؟ كفانا مسوخا بشرية منزوعة الروح. ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. لعبة قلب الترابيزة. في ظاهرة نفسية شهيرة اسمها الإسقاط، بمعنى إن حد ينسب إليك ما يخصه هو من أفكار أو مشاعر أو رغبات أو سلوك أو غيره، كأنك أنت صاحب كل ده مش هو. فبدل ما يحس إن هو بيكرهك يحس إنك أنت بتكرهه، بدل ما يشوف إن هو مقصر يشوف إنك أنت اللي مقصر، وبدل ما يعترف بفشله يتهمك أنت شخصيا بالفشل. ظاهرة معروفة ليها أهداف غير واعية كتيرة، أولها عدم تحمل المسؤولية، مسؤولية ما أفكر فيه أو أشعر بيه أو أفعله، وإلقاؤها على الآخرين عن طريق استبدال أنا بإنت أو هو أو هي أو هم. الإسقاط هو أحد الدفاعات النفسية البدائية جدا ضد صدمة مواجهة الحقيقة وألم الشعور بالذنب ومسؤولية الاعتراف بالخطأ ومواجهته. الإسقاط لما بيستخدم بشكل دائم ومتكرر بيتحول إلى لعبة نفسية مؤذية جدا، هدفها قلب الترابيزة على الطرف الآخر في حركة لولبية سريعة. زي مثلا انت زوجة فاشلة، انت سبب تعاستي، انت ملكيش لازمة، انت مش مهتمة بيا، انت مش ست أصلا، انت على طول مقصرة في حقي. على الرغم من ان الطرف التاني هو اللي فاشل وهو اللي حاسس بنقص القيمة وهو اللي مش مهتم بزوجته وهو اللي عنده مشكلة في إحساسه برجولته وهو اللي مقصر في حق مراته. وزي ما الأفراد بيستخدموا دفاعات وألعاب نفسية، المجتمعات برضو بتستخدم دفاعات وألعاب نفسية، وفي مجتمعات تقدر تقول إنها متخصصة في اللعبة دي. يعني لما واحدة تتعرض للتحرش نقول هي اللي لبسها مغري، بدلا من إحنا اللي بنخترق خصوصيتها، أو هي اللي عاوزة تتعاكس بدلا من إحنا اللي عاوزين نعكسها. ولما نسطح ديننا وناخد منه القشور نقول الغرب عاوز يبعدنا عن ديننا بدل إحنا بنبعد عن ديننا. ولما نتخلف ونتأخر ويبقى ترتيبنا الأخير في مستوى التعليم نقول العالم كله عاوزنا نفشل بدلا من إحنا بنفشل نفسنا بنفسنا، وهكذا. خليني أوريك بعض تعليقات السوشيال ميديا على إحدى حوادث التحرش الأخيرة علشان تعرف يعني إيه إسقاط ويعني إيه قلب الترابيزة. هو غلطته إنه شاف العرة حلوة، بقولك أنا بشعري وبلبس وبخرج بس الرك على اللي بتلاغي وبترمي حتى نظرة، احترمي نفسك وحطي وشك في الأرض، ومش من جمال أهلك وكمان في إجماع عليكي يبقى فيكي حاجة زفتة روحي صلحيها يا أختي. واحدة بتستهبل، أي واحدة شاب بينزل لها من العربية معروفة يعني إيه، وانت أكيد عايزة تتشهري. انت اختلقتي حالة من عدمها ووصلتي الشاب للمرحلة دي، وده معناه انك بتجريه وبتلغيه، ومن الآخر مجهزة حالك انك تكوني شقطة لأي حد، فانت الغلطانة. يا بنتي تعالي نتكلم بالعقل، مغفل مين اللي هيعكسك بمناخيرك دي؟ شكلك أمك مريضة نفسيا، الله يحرقك، كرهتيني أكتر في بنات مصر، أغلبكم مرضى ومعقدين. انتي بنت تيت وهم شافوكي تيت عاوزة تتشقتي راحوا يشقطوكي. عايزة تظهر بقى علشان تتعرف أكتر، فكرة حلوة، برافو عليكي، الناس هتعرفك وممكن تطلعي في برامج، ألف مبروك، خطة ذكية جدا. أنا مستغرب إزاي واحد يعاكس واحدة مقرفة كده، حواجبك بس علشان عادي يا مدمزيل. أنا لو شفتك بالزعافة اللي عاملاها في شعرك دي وفكرت عكسك أستاهل أخش جهنم. ما عرفتش تجيبه بوشها قالت أخلع وأجيبه بجسمي.
دي واحدة حابة تعمل شو إعلامي بس بطريقة رخيصة ووقحة الصراحة، والولد هو عاكس بس بأدب، ومعتقدش إنه في حد هينزل من عربيته الواحدة غير لما يكون شاف منها قبول. نازلة تصطاد متحرشين علشان تعمل نفسها بطلة، جاتك نيلة عليكي وعلى اللي رباكي. انتي كنتي واقفة تتصيدي أي خطأ وتلفتي نظر الشباب علشان يعكسوكي؟ انتي تيت وكذابة أصلا، مش بدافع عن حد والله، لبسك ومظهرك هما اللي خلوهم يعملوا كده. ودي مجموعة من تعليقات أخرى على بنت تعرضت لمحاولة اغتصاب من أحد سائقي شركات المواصلات الخاصة. لمي نفسك شوية، راكبة عربية خاصة وعاوزاه يسكت؟ قعدتها بتقول إنها خبرة. البنت دي شكلها بتمثل، ده شكل واحدة تعرضت لحادث اغتصاب. أصل البنطلون ده هو السبب. القعدة دي مش قعدة أول تحرش. السؤال، إيه اللي ركبك معاه؟ ما هو يمكن افتكرك ذئبة بشرية زيه. تستهلي بشكلك ده أي حد هيغتصبك. انتي ايه خليكي تركبي سيارة خاصة؟ فعلا تربية واطية. اكيد انتي السبب يا مثيرة يا اغرائك. انتي شكلك اساسا ولبسك حاجة تدعو للاغتصاب. من غير كلام، هي لو محترمة مش هيعمل كده. اولا، انتي ازاي ركبتي معاه عربية؟ ثانيا، نزلي رجلك اللي تنكسر. ثالثا، انتي شكلك بتحوري. طيب لازمتها ايه تطلعي وتشهري بنفسك؟ ما تتلمي يا اختي. دي لو لابسة عباية محدش هيلمسها، لكن الناس هتعمل لها ايه؟ ودي عينة أخيرة من التعليقات على حادثة تحرش ثالثة قام فيها المتحرش بقتل زوج السيدة اللي تحرش بيها بعدما يتصدى له علشان يدافع عن مراته. ما هو أكيد ديوث وسايب الأمورة تمشي على الشط، يستاهله هو اللي شكله. هو اللي غلط، لو لبسها لبس محترم ما كانش تحرش بيها. دور على مراتك الأول يا لطخ. لو راجل بجد ما كانش راح البحر هو وزوجته، ما كان في شباب والناس مختلطة، لازم يتحمل العواقب. بالمناسبة، التعليقات دي معظم اللي كاتبها سيدات. اللعبة دي قلب الترابيزة بتضطر ضحيتها إلى أحد الأركان لينهال عليها الجميع بالضرب واللكمات. اللعبة دي هي اللي ورا ظاهرة لوم الضحية المنتشرة بشراسة، وهي اللي حولت مؤخرا لوم الضحية إلى ذبح الضحية. وأنا هنا بتكلم عن ضحية بجد، مش عن حد بيختار ويقرر ويستمرئ لعب دور الضحية. تصور لما مجتمع كامل، لما مجموعة كبيرة من الناس تقوم بإسقاط كل ما بداخلها من مخاوف ومساوئ وعيوب وكراهية وكلاكيع وعقد نفسية على شخص واحد. لما مئات وآلاف وملايين البشر يقرروا ذبح شخص ما نفسيا ومعنويا. لما تسن كل السكاكين وتجهز كل الأسلحة أمام إنسان بمفرده. لما يصبح الكل أصحاب حق وفضيلة، وواحد فقط يحمل كل الأوزار ويوصم بكل العيوب ويسقط في كل الأفخاخ. الفرد أو المجتمع اللي بيستخدم اللعبة دي بيكلمك وهو بيوجه إليك إصبع الاتهام طول الوقت، لكن الحقيقة إن بقية أصابع يده موجهة كلها ناحيته هو. لو حد عمل معاك كده، لو حد عمل معاكي كده، تجيبي مراية كبيرة طويلة عريضة وتحطيها قدامه وتثبتيها كويس وتقولي له بص انت بتكلم نفسك. اما لو المجتمع عمل معاكو كده فما تيأسوش وما تستسلموش. اتلموا حوالين بعض وقربوا من اللي شبهكو، وتأكدوا ان التغيير الأخلاقي المجتمعي الكبير بيبدأ بخطوات فردية صغيرة، وان كرة التلج الضخمة المنطلقة بكل سرعتها كانت في يوم من الأيام نقطة مياه وحيدة واقفة على زجاج إحدى النوافذ، أو ذرة بخار تائهة مرت من أمام. استنى، أهي أمام عينيك، شايفها؟ خليك عارف إن البداية دايما من عندك. لعبة الساخرون في الأرض. بمناسبة الألعاب اللي بتلعبها المجتمعات والشعوب، في مجتمعات متخصصة في لعبة اسمها السخرية أو الساخرون في الأرض. ويخطئ جدا من يتصور إن الفكاهة هي السخرية. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. الفكاهة تدعو للفرحة، تسبب القرب وتريح النفس والروح. إنما السخرية تعبر في معظم الأحيان عن عنف سلبي passive aggression وتعالي وفوقية في النظر للأمور. يعني لما تشوف اتنين مخطوبين بيحبوا بعض وانت مش مرتبط، ممكن تقول لصاحبك وانت بتضحك امتى ربنا يفرجها عليا بقى. وممكن تقول له برضو وانت بتضحك هم مالهم عايشين الدور كده ليه؟ بكرة لما يتجوزوا مش هيطيقوا يبصوا في وش بعض. في الحالتين انت بتضحك، لكن دي فكاهة ودي سخرية. الفكاهة فيها خفة ظل وبساطة وأمل، السخرية
فيها ثقل وإحباط ويأس. لما تقول لابنك أو لبنتك أو لزميلك في الشغل أنت اتأخرت كده ليه، غير لما تقوله ناموسيتك كحلي أو أنت جاي ماشي على قشر بيض. الفكاهة ما فيهاش إهانة، السخرية كلها إهانة. في مثل أوضح، شوف برامج الفكاهة زي الكاميرا الخفية وما شابهها عاملة إزاي بره وعاملة إزاي عندنا. تلاقيها بره عبارة عن مواقف بسيطة تثير دهشة الضيوف وترسم البسمة على وجوههم ووجوه المشاهدين، لكن عندنا هي مواقف تدعو لاستفزاز الضيوف واستشاطة غضبهم وحرق دمهم أو تخويفهم وإرهابهم وإرعابهم، مرة بالنار ومرة بالغرق ومرة بالعفاريت ومرة بالحوت ومرة بالدب القطبي لينتهي الأمر بخناقة كبيرة وضرب وشتيمة وسباب للبرنامج وللممثلين وفريق العمل. والمشكلة إن المتفرجين بيتابعوا ويتبسطوا ويستمتعوا ويضحكوا في مشهد سادي من الطراز الأول شاركنا فيه جميعا. الفكاهة تثير فيك الضحك، السخرية تثير فيك دموعا مكتومة. الفكاهة فيها تواصل وحب ومودة، السخرية فيها بتر وبغض وأسوة. السخرية تعبر عن رصاصات غاضبة رغم نعومتها الظاهرة، وتعبر عن رغبة في تشويه وتحطيم ما نسخر منه. علشان كده سموا دي روح الفكاهة وسموا دي مرارة السخرية. احنا بندعي الفكاهة لكننا محترفين في السخرية. احنا بنسخر من كل حاجة، بنسخر من المشاعر، بنسخر من الناس، من الحيوانات، من نفسنا، من الحياة، بنسخر من الموت شخصيا. كأننا بدل ما نواجه إحباطنا بنحسس غيرنا بيه، وبدل ما نتعامل مع غضبنا بنثيره في الآخرين، وبدل ما نعالج يأسنا بنفرقه على بعض. في اللحظة التي هنتحول فيها كمجتمع وكأفراد من السخرية إلى الفكاهة، اعلموا تماما أننا سنكون قد تغيرنا بشكل حقيقي.